لا مش هنتكلم في الشغل ولا ايه؟ اللي حضرتك شايفه عايزنا نقعد نسالي ونحالي ونحكي موجود، عايزنا نتكلم في الشغل برضك موجود، ده موجود وده موجود اللي حضرتك شايفه. تمام، انا بقول ان احنا نتكلم في الشغل. انا جاهز يا راجل وانا كمان جاهز. تعالى انت يا حاج نوال يا مدام بالنسبه بقى يا ريس بعد اذنك يعني للصور، انا ممكن اعمل لحضرتك صور بورتريه وصور مش بورتريه، ده موجود وده موجود، صور بورتريه وصور مش بورتريه، ده موجود وده موجود. طيب احنا عايزين 5 بورتريه و5 من غير بورتريه. الوايم يعني الوايم على الله على الله. انا جاهز يا راجل وانا كمان جاهز. هبدا مدام نوال على الله. يا مدام بالنسبه نوال. بقى يا ريس بالنسبه لحضرتك وانت بتاخد الصور احب اجيب لك مونيتور شاشه تتفرج عليها وانت بتشوف الصور، ولا اجيب لك فلاشه تتفرج عليها انت ولا نزل فلاشه في البيت، ده موجود وده موجود. طيب هات لي المونيتور وهات لي الفلاشه اللي هتصرف فيها ما قلتهاش في البيت. الاثنين على الله موجود. انا جاهز يا راجل وانا كمان جاهز. انا دي مدام نوال. على الله. احنا النهارده بنقدم تجربه اسمها دفتر احوال شخصيه. هو العرض بيتم في اطار المبادره الرئاسيه للعفو عن الغريمات. بدانا التجربه قبل كده بالدعم بتاع مؤسسه، هم تواصلوا مع استاذ محمد رفعت وبناء عليه تم ترشيحي لاخراج التجربه دي. العرض بيتناول القصه بتاعت حياه واحده من الغريمات. بيمثل معانا 2 من الغريمات في العرض. هما 2 حالات حقيقية كانوا موجودين في السجن وبعدين تم الإفراج عنهم فخرجوا وبيجوا يحكوا الحكايات اللي حصلت لهم لحد ما اتسجنوا في السجن بتاع القناطر يعني. بس بتبدا بقى الازمه تتطور وبنجيب قصه حياه الغريمه دي الحدوته الممثله يعني، مرورا بقى باللحظات اللي عدت عليها والديون اللي هي تعرضت ليها لحد ما في الاخر برضو بتتسجن، لحد ما في الاخر خالص بيتم القرار بالعفو الرئاسي عن الغريمات فهي بتطلع معاهم يعني. انا حابب اقول من العرض، هو العرض يعني المفروض ان هو يتعرض جوه سجن القناطر، السجن اللي كانت الحالات الحقيقيه دي مسجونه فيه. احنا طبعا النهارده بنجرب كده المسرح وبنجرب التجربه، يعني حاجه شبه عرض الترايل كده عشان يبقى جاهز للعرض جوه السجن على ما الاجراءات الامنيه تخلص. بس ده اللي احنا بنجهز له، ان احنا نعرض العرض جوه السجن. ده طبعا هيوعي المساجين، لان احنا عندنا في العرض منطقه بتناقش المنطقه بتاعت حرق الاجهزه اللي هم اصلا كانوا بيعملوها. ده في اطار توعيه للمساجين، ما حدش يعمل الكلام ده بعد كده، وبرده في اطار ترفيهي يعني للمساجين. طيب كلمني عن بروفاتك للعرض، اخد منك قد ايه استعداد للعرض النهارده؟ تمام، هو خصوصا انك بتعرض على مسرح يمكن مش مجهز قوي. بالظبط، هو العرض ترايل يعني، هي دي الفكره، عرض تجريبي يعني لحد ما يتم عرضه جوه سجن النسا بتاع القناطر. البروفات قعدت حوالي تقريبا 3 شهور، من بروفات الترابيز لحد ما قمنا نتحرك وبروفات الحفظ والحركه، وبعدين رسمنا الاستعراضات وبعدين ركبنا المزيكا. بس هو الفكره ان التجربه دي بس اللي بيميزها ان هي اول تجربه مسرح سجون بتتعمل في مصر، يعني المسرح اللي موجه للمساجين دي اول مره تحصل في مصر. كان قبل كده في تجربه بس مش مسرح سجون، كان تقريبا اللي عملها انا مش متذكر بالظبط، بس هم عرضوا حلاق بغداد ألفريد فرج، عمل حلاق بغداد، بس هو وقت ما هو كان مسجون، يعني هو معتقل مسجون يعني في السجن، فكان بيعمل تجربة بتعبر عنه، انما دي اول تجربة مسرح موجهة للقضية بتاع السجون. احنا طبعا بنحاول نستخدم فكرة المسرح والتنمية او TFD Theater for Development، اللي هو من خلاله نقدر نعمل تغيير مجتمعي او نقدر نوعي المجتمع او نعمله توعوي تنموي اجتماعي، وبنسلط الضوء على بعض القضايا اللي هي ممكن تبقى من خلالها بنقدر نعمل حاجة مفيدة. ان احنا بنستخدم فكرة المسرح التوعوي في ان هو بيناقش قضايا زي قضايا الغارمات احنا مهمومين بيها في الحقيقة، بداية من اعلان السيد رئيس الجمهورية لمصر بلا غارمات، ويمكن انطلقنا بفرح اسمه فرح حياة سنة 2015 كان تحت رعاية السيد رئيس الوزراء، والنهارده احنا بنعمل مسرحية حياة من دفتر الاحوال الشخصية
على اساس ان احنا نبتدي نشتغل على ازاي نقدر نعمل حاجتين. اول حاجه لو ما بنعرضه في السجن نعمل تصالح للسيده اللي هي الغارمه، لان طبعا هي دخلت السجن واصبحت بتحمل ذنب وهم ليس لها به علم او طاقه او ذنب، فبنحاول نقول لها لا احنا بنصالحك على المجتمع وبنعملك نوع من انواع الموائمه، ان انت مش ستيجما او عار على المجتمع زي ما انت متخيله. انت دخلتي تحت ظروف سواء اجتماعيه اقتصاديه او القانونيه كمان. ده كان همنا الكبير ان احنا نعمل تغيير في القانون نفسه. وزي ما حضرتك شايف بقى نقدر نعمل او ان احنا بنعملها بره المجتمع عشان نقدر نعمل زي ما نقول كده raising awareness او نكتر من التوعيه المجتمعيه عشان الستات تشوف ايه الاخطاء اللي وقعت فيها مسيرتها ويبتدوا بعد كده يتجنبوا هذه الموضوعات. وزي نقول ان احنا مش بس ان احنا بنقول مشكله الغارمات، لكن نقدر نحط حلول خارج الصندوق ما بين تمكين اقتصادي وحمايه اجتماعيه. ليه اخترنا الفن وتحديدا المسرح علشان نقدر نخاطب بيه الفئة دي من المجتمع؟ هو الفن والمسرح ده هم من الهموم الأساسي اللي أنا بدرسها كمان في جامعة القاهرة، واللي أنا بحاول من خلال الطلاب بتوعنا سواء في المرحلة الجامعية أو مرحلة الماجستير والدكتوراه، إن هم إزاي يبقى شخص مفيد للمجتمع، وإزاي يفهم يعني قضية الإعلام التربوي. ده قضية مهمة جدا، هو أصبح النهاردة كونسبت عالمي. يعني الإعلام اللي هو اللي بيسموه كليات خدمة المجتمع مش الخدمة الاجتماعية. وأصبح إن هو كمان بنحاول نطلع هذا الخريج بتاع الإعلام التربوي خريج طبقا لاحتياجات السوق وطبقا لاحتياجات سوق العمل طبعا واحتياجات المجتمع، من إن هو بيقدر يعمل إحداث في التغيير السلوكي سواء بالتغيير أو التثقيف أو التوعية. نقدر نقول إن ده اعتراف ضمني إن الفن بيقدر يغير السلوك الإنساني. هو الفن بدأ طقس ديني، تدينا ان هو مؤثر سلوكيا على البشر وروحيا ايضا. فانا اعتقد ان الفن طبعا له قدرة سحرية لتغيير الشخص وتطهيره داخليا، اذا كان ممكن نقول نعمل نوع من انواع التطهير الداخلي. التأثير النفسي بالنسبة لأي شخص مسجون، إن أنت بتدخلي له عمل مسرحي، عمل فني متكامل بيقدر يشوفه على خشبة المسرح، ده بيأثر عليه إزاي؟ خصوصا إن يمكن معظمهم ما شافوش مسرح قبل كده. هو حضرتك المسرح هنا فكرة كسر الإيهام المسرحي والتوحد مع الشخصية كجزء من السايكودراما اللي هي بتعمل نوع من أنواع تواصل الجمهور مع خشبة المسرح. فأنا بحط نفسي في المكان ده أو بعيش نفس اللحظة اللي أنا عشتها قبل كده أو بستذكرها أو بحط نفسي أنا في موقف هذه الحالة وبشوف أنا ممكن لو كنت عملت كده كان ممكن حصل لي إيه. فيحصل نوع من أنواع التعايش والمصالحة والتكيف والعلاج. نتكلم في الشغل حضرتك. يا ريت نتكلم في الشغل. حضرتك ممكن اعمل لك ميك اب فول ميك اب ولا اعمل لك ميك اب سمول ميك اب؟ انت بتهزر يا استاذ. ميك اب ايه اللي بتتكلم فيه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ ده موجود وده موجود اللي حضرتك عايزاه. استنى يا راجل، ايه ده حضرتك؟ ممكن حضرتك تبص لفوق، حضرتك ممكن تبص لتحت، ممكن يمين، ممكن شمال. تعالى يا ريس شغل الكاميرا بسرعه. ايه؟ خلع عشان اصورها. يا ريس الكاميرا يا ريس، مالك يا ريس؟ ايه ده؟ شايفه حضرتك وصلتنا ليه؟ شايفه حضرتك وصلتنا ليه؟ شايفه حضرتك وصلتنا ليه؟ ممكن اشوف استرجمين بعد اذنك. زكامين ايه وانت استنى ما اشوف الراجل. مين؟ ميه يا ميه. الحمد لله الحمد لله. ولا مش عارف تشغل الكاميرا؟ لا بعرف بس ما بتعاملش معاه. انا الزرار ده اهو. بس نعمل تجربة دفتر حول شخصية هي ضمن إدارة المبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للعفو عن الغارمات. الحدوتة بشكل بسيط إنه بنعرض شبه مشكلة واقعية، يعني إنه واحدة عشان خاطر جوزها وعيالها وعشان يتجوزوا وبتاع فبتروح لحد بياع وتقعد تشتري منه الأجهزة وتبيعها بره عشان خاطر تجيب فلوس وكده وتبقى تسدد هي بعدين. أنا دوري في المسرحية دور عزت فولت، هو البائع اللي هي بتتعامل معاه. بعمل قوت القلوب،
مصرية جوزها توفى، فعندها 3 ولاد منهم بنت بتجهزها وبتتدين، بتبدأ تتدين ويبقى عندها بتاخد قروض وما بتعرفش تسدد الفلوس، وبعدين بقى بتبدأ الناس يطالبوها بالفلوس دي فما بتعرفش تسدد فبتتحبس. بس مفيش بقى معاها أي حد خالص، يعني هي لوحدها تماما يعني. عاوزة تقولي ايه من خلال عرض بيقدم للغارمات؟ عايزه اقول ان الستات دي ما يعني لازم نبقى يعني ما ينفعش اصلا ان هم يتسجنوا، يعني ظروفهم نفسها لازم نحقق لهم اصلا حياه يعرفوا يعيشوا فيها ويعرفوا يبقوا عايشين في حياه ادميه، وبعدين في الاخر نبقى نحاسبهم. يعني لو هم عايشين حياه طبيعيه نبقى يتحبسوا ويتسجنوا وكل الحاجات دي، بس هم اصلا عايشين مش عارفين ياكلوا ويشربوا ويعيشوا عادي. فطبيعي ان احنا لازم نحط سبوت على، يعني يبقى في سبوت على الناس دي بس. فانا اللي عجبني في فكره العرض انه بيناقش حاجه مهمه زي دي، والناس بسيطه محدش اصلا يعني يعرف عنهم اي حاجه. وفكره المبادره دي حاجه كبيره جدا وحاجه عظيمه، يعني ان احنا نشارك في حاجه شبه دي طبعا حاجه كبيره جدا. استاذ عادل، حضرتك تشرب ايه الاول؟ زنجبيل. ايه بقى الزنجبيل يا ابني؟ نفسي اعرف بتجيبيه منين؟ حضرتك احنا مش بنعمل اعلان ولا بنتاجر في خدمات الناس، احنا بس بنسلط الضوء على كل خطوه عملناها ولسه هنعمل. عشان كده يا استاذ مصطفى لما استاذ محسن مدير الجريده كلمني حط الفكره جدا. اتفضل. ايه ده؟ ده حضرتك دفتر الاحوال الشخصيه. الدفتر ده فيه حكايات ناس كتير مننا، ناس زي اي ناس، وعشان طبعا يا استاذ مصطفى احنا مش بنعمل حكايه في فيلم ولا مسلسل، فمش دايما بتبقى الاضواء عليه. اتفضل. كل دي حكايات؟ فهي بالنسبه لي تجربه جديده جدا وتجربه حلوه جدا، والقصه اللي بنتكلم عنها مهمه جدا ان احنا نتكلم عنها. فانا كان نفسي اعمل تجربه في سجن اصلا، فهي ده اللي مخليني ان انا موافق على التجربه وموافق على البروفات، لان احنا عملنا بروفات وقت كبير قوي. بس دورك ايه في العرض؟ بعمل شخصيه صحفي، وبعمل شخصيه بياع، وبعمل شخصيه ضابط. بعمل 3 شخصيات. بحب الون بس. شايف نفسك كوميديان متخصص؟ انت ايه؟ انا عارف ان انت كوميديان. لا انا ممثل، عندي كوميديان وعندي مش كوميديان بس. وجهة نظرك ايه في الوقوف على خشبة المسرح؟ علم، بس ما حدش بيوصل لاخره. يعني هو اهم من اي علم، هو علم المسرح هو علم الحياة بالنسبة لي من وجهة نظري، فما حدش هيقدر يوصل لاخره. جوزي كان أرزقي وعمل حادثة، اضطريت إن أنا رحنا المستشفى بيه، قالوا عايز عملية عشان عايز بتر في رجلي. فروحت عشان أصرف الفلوس، قالوا من 20,000 ل25، فما لقيتش فلوس، ما لقيتش حد يديني فلوس. اضطريت أروح أجيب حاجات بالقسط عشان أبيعها، عشان إن أنا أعمل إن أنا أعمل العملية لجوزي وكده. عملت العملية الحمد لله وطلع الحمد لله وكده. قبل ما يطلع قالوا عنده فشل كلوي مع العملية. قلت الحمد لله على كبر ربنا، الحمد لله. طلعت كنت أنا بشتغل بمسح سلالم، بنظف شقة. صاحب الدين كل شوية يجي يقول لي عايز الفلوس، أقول له ما معيش، أنا ما معيش فلوس. يقول لي هعمل إيه؟ أنا عايز فلوسي، انت خدت حاجات وبعتيها، انا عايز فلوس. بقيت اتهرب منه وكده، رفع عليا، كان عليا 12 حكم، كل حكم 3 سنين 4 سنين 5 سنين. كلنا طلبة في معهد فنون مسرحية. جالنا زميلنا المخرج استاذ حسام أشوى وطلب مننا ان احنا نعمل عرض عن طريق مبادرة للغارمات، فكلنا اتحمسنا لان هو الموضوع انساني جدا، فكلنا اتحمسنا جدا واتحركنا ان احنا نعمل عرض، وكنا دؤوبين يعني ان احنا نبقى موجودين، واشتغلنا بروفات كتير قوي على العرض حوالي 3-4 شهور، ونتاج النهارده يا رب يعجبكم بس. اول ليله عرض النهارده اول ليله عرض ان شاء الله باذن الله. هي بروفا بعد كده هنعرض المفروض ان شاء الله في السجن يعني. ايه احساسك بالتجربه انكم بتعرضوا داخل السجون؟
والناس يمكن اول مره يشوفوا مصر. هي دي اكتر حاجه حمستني انا وزمايلي كلنا ان احنا نشتغل. احنا في مسرحيه تقريبا بنمثل كل يوم، فاللي حمسنا للتجربه ان هو احنا هنعمل عرض للسجون، وما هي دي ما اتعملتش غير مره واحده بس زمان جدا، احنا تاني ناس نعملها، فده شيء يعني عظيم جدا وكتب في تاريخنا طبعا. بس كلمني عن دورك في العرض. انا بعمل دور جلال. جلال ده العريس اللي المفروض بيجي وبتحصل على اساسه المسرحيه كلها ان الست ام العروسه بتجهزها فبتبقى غارمه بسبب كده. هو راجل يعني عايش لوحده، راجل عنده كبت شديد جدا، وبنشوف ده من خلال كوميديا كتير جدا داخل العرض لغايه ما بينتهي بيه الحال في الاخر ان هو بيتجوز البنت، والموضوع بينتهي نهايه سعيده جدا. بس العرض كوميدي؟ العرض فيه كوميدي وفيه تراجيدي وفيه رقص، في كل حاجه. ارتجال او ارتجال على كتابه صاغها محمد فضل، زميلنا محمد فضل، بس هو كتب واحنا اشتغلنا على الشغل اللي هو كتبه. والله هو العرض هو حالة إنسانية يعني قبل أي حاجة. احنا متجمعين على فكرة ان هي مبادرة او هي بدأت بفكرة ان يا شباب احنا في حاجة جاية لنا تبع جمعية خيرية عشان موضوع الغارمات، والموضوع إنساني باحت يعني. فابتدينا نقرأ الورق واتبسطنا الحمد لله كلنا بفكرة ان الموضوع فيه فرايتي، فيه تناول خاص يعني للموضوع، مش داخلين على طول على فكرة ان احنا بنفك كرب الغارمات او بنعمل كده. لا، احنا عاملين قصة وعاملين حوار، وفي واحد في الجيش وفي واحد بيسيب البلد وبيمشي. بنقول المشاكل الاجتماعية عموما اللي موجودة في مصر. لا ايه، ما تقعدش يا راجل مجنون، ما تقعدش. خلاص ده موجود وده موجود اللي حضرتك شايف. يلا ممكن حضرتك تتكلم في الشغل؟ انا بقول طبعا بتكلم في الشغل. انا اسمي مصطفى ابو حمد، مخرج تلفزيون، لفيت العالم شيك شاك شوك. ايه يا ريس؟ شيك شاك شوك مؤثرات. انا جايبك تصور عيد ميلاد الحاجه روان. مؤثرات والله مش عايزها على الله. انا جاهز يا راجل. لا ما تقعدش يا ريس، انت كل مره بتقع في الفخ. خلاص عارف. ممكن نبدأ؟ طبعا ممكن نبدأ. حضرتك انا اسمي مصطفى ابو حجر، مخرج ريبورتاجات. لفيت العالم كله، جبت الدنيا من شرقها لغربها ما خلتش. الحقيقه لما كلموني عشان اعمل حوار عن المؤسسه بتاعتكم في الاول الصراحه رفضت. لا ما ترفضش يا راجل. ليه؟ ما ترفض ليه؟ ومش احنا اشبه. هو انت اي حاجه بترفض عليها؟ عارف على الله. الحقيقه ان انا رفضت. وبعد ما سمعت عن الاعمال الخيريه اللي حضراتكم بتعملوها تنازلت ووافقت ان انا اجي اعمل ريبورتاج عنكم. اهلا وسهلا بيك يا استاذ. اهلا بيك. عموما يا استاذ مصطفى، احنا ولا محتاجين كاميرات ولا معدات ولا كمان استرجالين. اقول لك على حاجه كمان، مش محتاجين استاذ عارف ولا ثانيه. عارف يا ريس، يا عط مش محتاجينك. عرض النهارده بنقدمه للغارمات، قضيه معينه. اتكلمني عن توظيف الفن في خدمه ومعالجه قضيه، نوع معين من القضايا. هو عامة الفن في حد ذاته هو بيقدم في المجتمع عشان يعالج القضايا. هو مش بيعالج، هو بيعمل سبوت على القضية، ومن خلال السبوت اللي بنعمله ده بيبتدي الجمهور او المسؤولين بياخدوا بالهم من المشكلة او الخلل او ايا كان هو ايه، وبيبتدوا يحاولوا يعالجوه او يلاقوا له حلول بشكل معينة. بس احنا المفروض التجربة دي جاية بشكل مختلف. هو احنا جايين نقدم تجربة للغارمات، نقول ان فعلا الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل فعلا افرج عن 40 غارمة ودفع الكفالات بتاعتهم والكلام ده كله بشكل حصل. احنا مش بنعمل ان احنا هو هيعمل، لا هو خلاص ده حصل فعلا، ده حصل حقيقي. فاحنا بنعمل ده
بنقول ان فعلا في مصر في تنوير على المنطقه دي، وان فكره ان عبد الفتاح السيسي والجمهور والناس كلها والحكومه قائمه على فكره ان هم بيطلعوا وبيشوفوا مين اللي محتاج ايه وبيحاول يساعدوه من خلاله ده. فالموضوع اللي احنا عاملينه ده راجع على التجربه اللي حصلت اصلا، احنا بس بنعمل عليها تنوير، ان دي اسره فقيره غلبانه، الست اللي هي قوت القلوب دي طلع عينيها عشان خاطر تجوز بنتها وتربي الاولاد وتعمل كل ده، وابتدت تستلف وعملت وصولات على نفسها وما قدرتش تدفع في الاخر فاتسجنت. فلما اتسجنت ابتدى بقى بقرار اعفاء من الرئيس عبد الفتاح السيسي انها خرجت وعملوا الفرح وفرحت ببنتها وانبسطت وكل حاجه. فهو احنا جايين نعمل تنوير عن النقطه دي. طبعا في وسط العرض في 2 من الغريمات بيحكوا قصتهم واللي حصل معاهم في التجربه دي ذات نفسها وخرجوا ازاي من الموضوع والكلام ده كله. فالفكره كلها كذا تجربه يعني بتنور الموضوع ان الغارمات احنا مش مهملين بيهم والكلام ده كله، لا احنا مهتمين بكل شق من جوانب الشيء اللي انت يعني مش هيطلع حرامي مثلا، لا هو هيطلع حد كان غصب عنه ان هو مش عارف يدفع الفلوس دي. فكحكومه بالظبط مصريه كافحت. احنا القصه اللي مبنيه بتاعت قوت القلوب دي كافحت ابنها اللي في الجيش اللي مات بيضحي عشان الوطن، فبرضو رغم كل ده قالت هعمل الفرح. بنتها اخوها ابنها يعني اللي ربته سافر وساب مراته وولاده وسافر وساب البلد بسبب الضغط ومش عارف ايه وبتاع، ومراته اتسجنت مكانه، راحت دفعت الصيغه بتاعت بنتها اللي جابتها من عريسها وراحت طلعتها عظيمه، وراحت بقى استلفت واتدينت وعملت المفروض تكرم يعني. طبعا ما هي تكرم. فاحنا بنحاول نعمل سبوت على المشكله دي ونقول برضو للناس ان لسه في طبعا غريمات كتير، الناس كلها بنحاول تساعد في التجربه بلا استثناء. وفكره ان طلاب المعهد العالي للفنون المسرحيه هم بيقدموا التجربه دي فهي معناها ان الموضوع التنوير جاي من خلال الفن، يعني القائمين على الموضوع بالظبط الدوله مقدمه الموضوع للمعهد العالي للفنون المسرحيه بطلابها بفنانها بديكورها باضاءتها بمزيكتها كلهم تبع الاكاديميه الفنيه. فمعناه ان الموضوع مش رايح لمجموعه من الهواة او الكلام ده كله، لا ناس محترفين متخصصين في مجال الفن، والقضايا نفسها قضيه شائكه شويه فبيحتمل فيها ما ينفعش فيها خطا والتهريج، لا كل العوامل الفنيه لازم تكون قائمه بشكل مظبوط. فطلبه المعهد العالي للفنون المسرحيه اللي قامت بالعمل ده تحت اشراف دكتور رفعت، يعني الموضوع ذات نفسه مهم جدا اكاديمي اكتر ومهم جدا. طيب لو قلت لك انه ده اول عرض يقدم ويعرض داخل السجون، أهمية التجربة دي ومدى إمكانية تعميمها، لأن دي أنت بتروح لناس يمكن عمرهم ما شافوا مسرح. ده حقيقي، بس احنا خلينا نتكلم في نقطة إن حتى تعميم الفكرة هتتعمم على إيه؟ احنا بنعمل فكرة عرض للغارمات داخل السجون عشان خاطر الغارمات اللي جوه السجون دول ناس مش حرامية ولا سرقوا ولا اغتصبوا ولا عملوا، لا دول ناس الظروف الاجتماعيه الصعبه اللي خلتهم توصل بيهم الوضع للشكل ده. طيب فاحنا رايحين نقدم لهم التجربه دي لاول مره، ودي طبعا سابقه غير طبيعيه ان انت تروح تقدم فن جوه السجون للناس عشان يبتدوا يتاثروا داخليا بالموضوع ويحسوا بالحياه. بالظبط هم طبيعي اول ما يشوفوا القصه بمرادفاتها واحداثها واحاسيسها المختلفه، لان جوه العرض ده بتلاقي في ناس بتتجوز وناس بتفرح وناس بتزعل وناس بتسافر وناس بتهرب وناس بتموت وناس بتعمل، فانت بتلم بيهم كل شيء داخل احاسيسهم ومشاعرهم والحاجات اللي قبلوها. فوارد جدا قصه من القصص تكون ضربت في قصه من اللي احنا بنعملها فيبتدي تحس وتتاثر وتشتاق للناس اللي بره وترجع تاني للحنين ليهم وتغير فكرتها وتتاكد من جواها يبقى عندها امل ويقين ان في يوم من الايام ممكن تخرج باعفاء برضه من الرئيس عبد الفتاح السيسي او ايا كان مين اللي هيحصل من الناس اللي ممكن تشوف التجربه دي وتنتبه ان في غارمات غصب عنهم وظروف ادتهم لشكل معاه. ففكره طبعا في حد ذاتها عظيمه جدا.